السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم جميلة. لو اول مرة تشوفوا القناة انزلوا اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اشعارات باي فيديوهات انا بنزلها. جميلة في المطبخ. النهاردة كده هنشوف هنعمل مع بعض حاجات كتير قوي. اول حاجة نزلت اشتريت الطلبات اللي كانت ناقصة عندي. جبت اول حاجة السمنة روابي. انتوا عارفين اسعار السمنة ارتفعت جدا جدا. فطبعا ايه مش هقدر ان انا اجيب العلبة الكبيرة، فهجيب حاجة تمشيني كده. دي كانت عاملة روابي كانت عاملة تقريبا 36 جنيه. بس يعني ايه بتقضي يعني معايا، بتعمل مثلا 5 اكلات حلوين كده، لاني بضيف عليهم زيت. وده كان المخلل اللي انا اشتريته حلو جدا جدا، كان عامل 15 جنيه. حلوة قوي قوي. واشتريت كمان زيتون حلقات. الزيتون ده حلو جدا. كان عامل 8 جنيه، لان كان الكيلو منه ب45 جنيه. فانا بجيب على قد الاكلات اللي انا هعملها. بحب جدا جدا صلصة هارفست حلوة قوي قوي. المعجون ده حلو قوي. كانت عاملة تقريبا 15 جنيه العلبة، البرطمان. ودي طبعا صلصة اسمها روكا. برضو قلت اجربها اول مرة هستعملها، فبرضو كانت عاملة 9 جنيه ونص. دي صلصة بقى اسمها ادمي. ادمي دي يعني حلوة قوي برضو. جبتها كانت عاملة 14 جنيه. جبت كمان لبن جهينة. لبن جهينة عامل 26. بجيب على قد الاحتياج، يعني كل مثلا 10 ايام انزل اجيب الحاجة اللي ناقصة عندي. ودي طبعا الزبادي الدانت برضو لا غنى عنها. اشتريتها برضو. في حاجات كتير قوي كانت ناقصة عندي، بس انا اهتميت بالاهم يعني. ده ملح برضو، كنت عايزة ملح. اشتريت برضو عندي كان كيسين واشتريت عليهم 4 اكياس. الكيس بجنيه، اسمه ملح بونو، حلو في الاكل قوي. فيعني مشتريات البيت دي بتبقى مهمة جدا جدا. كمان طبعا انتوا عارفين اسعار الرز برضو عالية اليومين دول. فبجيب برضو ايه حاجة في حاجة حاجة في حاجة. اشتريت كيسين من الرز. الكيس كان عامل 22 ونص. وكمان في صلصة ادمي تاني كنت جايباها وما كنتش حطاها مع الصلصة. برضو جبت كمان جبنة دومتي. دومتي انا يعني بحبها جدا، وهي وعبور لاند في انواع جبن كتير. فبجيب برضو على قد الاكلات. الزيت برضو، الزيت مولع مولع نار جدا. اشتريت برضو على قدي، على قد استعمالي. جبت زيت حلو جدا في القلية، يعني ما بيطرش بسرعة. وجبت كمان الزيت التاني اللي اسمه جولدن. قلت هجربه. دي بقى مكرونة اسمها سينيورا. المكرونة دي انا قلت برضو ايه هجربها، كانت عاملة 6 جنيه. وجبت كمان منها شهرية، يعني ايه قلت هجرب النوع ده من المكرونة عشان لو كان كويس هشتري منه المرة الجاية. انا عندي المكرونة، بس قلت هشوف يعني النوع ده. وكمان جبت 2 شاي العروسة. كان عامل 15 جنيه ونص. آه، دي بقى خلطة الدجاج ايزي كوك، دي اول مرة هجربها. دي تتبيلة للدجاج الحار. فاول مرة هستعملها، فجبت كيس واحد كانت عاملة 3 ونص. ودي خلطة الشاورما من كنور. رهيبة جدا، حلوة قوي قوي، بتدي طعم حلو قوي للشاورما. كانت عاملة 6 جنيه ونص. وطبعا الحاجات اللي انا بستعملها على طول، برضو الفيجيتار. اللي انا بستعمل الفيجيتار ده على البقسماط ريتش باك، بيدي كده كفر حلو قوي للدجاج. فبحب استعمله. كان عامل برضو 3 جنيه ونص.
في خلطات معينة انا بحب اشتريها وبهارات معينة كده. يعني برضو من كنور، برضو دي خلطة ال11 بهار. انا مش قادرة اقول لكم في المحشي وفي الاكلات طعمها ازاي. البهارات بتاعتها جميلة جدا، بتطعم الاكل حلوة قوي قوي قوي. جربوها يعني. كانت برضو عاملة الكيس كان عامل 3 جنيه ونص. واشتريت برضو النسكافيه ده كان عامل 44 جنيه ونص، اللي هي الأظرف الصغيرة دي. حلوة جدا جدا برضو. وكمان اشتريت كيسين من السكر. السكر كان عامل 19 جنيه. يعني معقول. في طبعا محلات بتبيع اغلى من كده، وبس هو يعني ايه، عامل 19 جنيه. انا جبت 2 منه. وجبنا كمان البيبسي اللي احنا منقدرش نستغنى عنها، مع انها غلط طبعا ومش مفيدة اصلا، بس يعني في اكلات معينة ما بتكملش ايه الا مع المشروب البيبسي يعني. فدي كانت المشتريات بتاعت النهاردة. الحاجات اللي انا كنت محتاجاها عندي كانت ناقصة عندي، فنزلت اشتريتها كده، بما ان اليوم كان طويل وكان لازم هنعمل فيه حاجات كتير قوي. فخلاص كده خلصت واشتريت الحاجة اللي انا كنت محتاجاها. تعالوا نشوف هنعمل اكل ايه النهاردة. زي كل يوم. برضو ست البيت بتبقى محتارة هتعمل اكل ايه، هتعمل اكل ايه. فانا اشتريت بصراحة الخضرة دي. بس دي مش هعمل النهاردة محشي خالص. انا اشتريتها لتاني يوم، لاني بحب اعمل المحشي قبلها بيوم، يعني اجهزه واحطه في التلاجة وتاني يوم اعمله على طول. اشتريت كمان ورق العنب جميل قوي. الورق العنب حلو جدا جدا. الورق ده كان عامل الكيلو ب40 جنيه. هو لسه عشان لسه نازل سعره عالي شوية، يعني كده اسبوع اسبوعين هي على دخلة رمضان هيكون سعره نزل. بس بصراحة يعني الورق العنب ده انا اشتريت منه قبل كده، كان حلو جدا جدا في الاكل. وكان ناقص عندي برضو البطاطس. اشتريت 5 كيلو بطاطس. الكيلو كان عامل 8 جنيه. فاشتريت لان بنستخدم كمية بطاطس جامدة جدا. احنا استخدامنا في البطاطس عالي قوي قوي، مع ان الزيت غلي، بس احنا مش عارفين يعني. انت بتحبي حاجة مش هتقدري تستغني عنها. زي ما انتوا شايفين انا كنت الاول بسلق ورق العنب وبحطه في الفريزر وبقطعه وبرصه كده وبحطه في الفريزر. جارتي قالت لي على الفكرة دي، وانا جربتها مرة ولقيتها هايلة. يعني لو قعد سنة في الفريزر بتطلعيه بتسلقيه كده في المية وشوية ملح وليمون، بيطلع يعني طازة وجميل جدا. غير لما بسلقه وبحطه الورقة بتتهري معايا ومش بعرف اتمكن ان انا احشيه. فزي ما انتوا شايفين انا بعمله زي الرول كده، بلفه كده بطريقة الرول، بالسولوتيب كده بقفل الكيس بحكمه عشان ما يخشش اي هوا فيه، وبشيله في الفريزر. ولما احب ان انا استعمله بطلعه يفك شوية واقوم منزلاه في مية مدياله صدمة كده، بيطلع معايا الورقة ماسكة نفسها وحلوة قوي. جربوا الفكرة دي هتعجبكم. جربوها كده، انا جربتها يعني بجد بجد حلوة حلوة حلوة. طبعا يلا بقى هنبدأ دلوقتي. هنعمل مع بعض النهاردة الغدا هعمل كباب حلة، واعمل معاها رز بشعرية كده سريعا، اكلة سريعة حلوة. زي ما انتوا شايفين معلقتين من السمنة ومقطعة ومعلقة من الزيت، ومقطعة عليها يعني نص كيلو بصل. البصل الغالي بس مش اشكال، هي بتحب البصل الكباب الحلة. قطعته جوانح وبسيبه كده يعني ياخد لون. طبعا انا بحب ياخد لون البني. في نفس التوقيت بدأت ان انا اعمل الرز بالشعرية. برضو معلقتين سمنة على معلقة زيت، وبشوح الشعرية وهنزل بالرز. يعني بحاول اشتغل كده في 100 اي حاجة، 100 حاجة في المطبخ. دلوقتي خلاص انا يعني اللحمة بتاعتي فكت خالص زي ما انتوا شايفين، وهنزل. البصل اخد لون. لو حابه ان انت الصوص يبقى غامق قوي، يبقى متكرمل كده، خليه ياخد اللون البني.
لكن انا كده ايه هستفاد ان انا هشوح اللحمه في البصل، فمش عايزه البصل يتحرق مني. هنزل باللحمه بتاعتي كلها في البصل، هفضل اقلب اقلب تاخد صدمه كده مع البصل، حلوه قوي. خلاص الشعريه بتاعتي اخدت اللون الذهبي، وهبدا ان انا ايه انزل بالرز بتاعي. في نفس التوقيت اللحمه هي شغاله، يعني عماله اقلب فيها كده. ونزلت بالرز وهسقيه بالشوربه، او لو ما فيش عندك شوربه، مرقه دجاج، وطبعا شويه ملح. طبعا دي بهارات كباب الحله. طبعا البهارات دي ملهاش قاعده، يعني البهارات اللي انتي بتحبيها حطيها. انا بحب احط طبعا ايه بابريكا وشوية شطة وبهارات لحمة، وال11 بهار اللي احنا جايبينهم. بحب ان انا ايه اديها كده بهارات حلوة. وبحط كمان لو في بلحة جوز الطيب مع الورق اللورو. ودلوقتي مقطعة طماطمايه كده، عشان الطماطم كده بتدي الصوص طعم حلو قوي. ممكن تسيبوا اللحمة نفسها وتاكلوا في الصوص جميل جدا. فهسيبها دلوقتي، هقلب فيها كويس قوي. ولما تبدأ ان هي تشرب المية، هبدأ انزل عليها بكوباية من المية، لغاية لما هتلاقيها استوت خالص. ودي كان طريقة اللحمة بالكباب الحلة. وطبعا بصوا مش قادرة اقول لكم الصوص، يعني الصوص بتاعها بيتاكل اكتر من اللحمة. اتفضلوا معانا بألف هنا وصحة عليكم. ودي كانت يعني النهاردة كان اليوم بتاعي كله. وريتكم ازاي حاجات كتير. وممكن في المشتريات، يعني لما بعرض المشتريات انا بعرضها، لان ممكن اي حد بيتفرج مثلا يبقى ناقص عنده حاجة، يفتكر يجيبها، عايز حاجة. فطبعا المشتريات برضو منها تعرفوا الاسعار، ومنها لو في حاجة جديدة انتوا بتعرفوها من خلال الفيديو. اتمنى يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ويا ريت تفعلوا الجرس علشان يوصلكم اي اشعارات انا بنزلها جميلة في المطبخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.